أهلا بيكم في قناتي همسة الحيوان. في ناس كتير بتشوف إن اللي بيربي حيوان في البيت سواء كلب أو قط بيعمل كده للتسلية أو للونس، لكن الحقيقة غير كده. اللي ما بيفهمهاش كتير الحيوان ده بيكون سبب شفاء نفسي أو تغيير في حياة إنسان. أنا شخصيا جربت ده، ربيت حيوانات كتير وكل واحد له قصة، وكان سبب في إني أتعلم حاجة جديدة. الحيوان ما بيحكمش عليك، ما بيغضبش منك لما تكون مزاجك مش مظبوط، ما بيستناش منك مقابل، هو بس عايزك تكون جنبه وتكون موجود، تحبه وتطبطب عليه. في ظروف بتمر بيها في الحياة، بتمر بحاجات كتير، حاجات صعبة وحاجات ما بتتحملهاش، بس بيبقوا فعلا بيكونوا سبب، هما سبب من أسباب إن هما ما يحسكش إن أنت لوحدك. بيدولك طاقة، بيدولك طاقة إيجابية جدا، بيحسوك بالقوة، بيخلوك تعدي من محنة يمكن انت لو لوحدك متقدرش تعدي بيها، لأن المحنة تكون مثلا صعبة تكون متقدرش تحملها، بس بجد سبب وجودهم بيبقى فعلا نعمة في الحياة. تربية الحيوان كمان بتأثر على الأطفال، تعلمهم الرحمة، بيحسوا بالحيوان، بيفهموا إن هو كائن حساس، بيفرح وبيتألم، بيحس، ويعلموهم كمان المسؤولية، إن فيه روح بتحتاج تشرب، تاكل، ترتاح، تحس بحنين، تحس بأمان. تربية الحيوان مش رفاهية، دي رسالة حب وإنسانية، وكل من يفتح بابه لحيوان مش لاقي أمان، انت بس مش بتفتح بابك أو بتنقذه، انت كمان بتنقذ نفسك من قسوة الدنيا. لو مر عليك موقف مع حيوان حسيت فيه بإنسانيتك أو لمست فيه الرحمة، شاركني في التعليقات، وما تنساش الرحمة مش محتاجة لغة لكنها بصوت القلب. باي باي.